السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حالة لو تكست بوكس فارغ، ما ينفعش اللي هو يضيف الداتا فارغة. لو احنا مثلا كنا عاملين خصم 10%، ودخلنا أصناف وليكن ده مثلا. بعد كده حبينا نرجع في كلامنا، قالك لا أنا مش عايز 10%، عايز صفر. فبدل ما يعمل صفر راح عمل كده ديليت، وعمل بقى الطباعة، أصبح صافي القيمة هتبقى فاضية، الدنيا بايظة. إنما لو عملتها صفر يبقى القيمة هتبان اهي. نحل بقى المشكلة دي ازاي؟ يبقى هنطبق القانون الحلو الجميل ده. اس اف اس نل بتساوي بقى ايه؟ التكست بوكس ده متغير حسب التكست بوكس اللي عندك. بعد كده زين. هنعملها ازاي؟ هنشوف ايه هو التكست بوكس اللي ممكن يتغير، اللي هو ده او ده. هنبدأ بالاول ده. طالما اتنين، الادخال والتكست بوكس اللي احنا المراد عليه اللي هو ما ينفعش يبقى فارغ، الاثنين في نفس القطار الفورم وليس من، يعني لو ده داخل سب فورم هنحتاج له عنوان، انما هو دلوقتي مش محتاج عنوان، هو الاثنين في نفس القطار يعني. هنتعرف على اسمه. عايزين نحاول كده اللي احنا نوصل نعرف اسمه من غير ما نخش على البروبرتيز. يا ريت يعني لو في اي حاجه هنا، بس هنا في بروبرتيز اهو 108، مفيش مشاكل. تكست 108. تمام. لو الافند ده فارغ نفذ لي الامر ده بتساوي صفر. بعد كده else، بعد كده end if. عند ايه؟ عند الادخال. بس الكلام ده في اول الكلام خالص، اول الكلام خالص. تعالى نعمل تجربة ونشوف القصة هتمشي ازاي. احنا دلوقتي نفترض ان احنا عملنا صنف 18 واحدة، وعملنا طباعة زي ما انتم شايفين ايه، الصفر ظهر. لو شلنا الصفر وعملنا طباعة نسبة القيمة ما اتحطتش. المفروض طالما احنا هو هنا معلش، لو احنا دخلنا صنف هيعمل الصفر اهو، مثلا وليكن اهو صابون قطع 20 اهو عمل الصفر. لكن انا مش عايز كده، انا عايز مجرد ما اعمل حتى الطباعة. يبقى الامر اللي احنا حطيناه هنا هو لو ده. طب احنا عايزين برضك نعمل ايه بقى؟ ماشي عند الخطأ بالمرة، بس يخليها بعد الحلقة، في اخر الحلقة، او في خلال الحلقة الجاية. اللي احنا عملناه هنا اهو هنطبقه عند الامر الطباعة. بس فين بقى الامر الطباعة؟ هو مرمي هنا ولا ايه؟ شكله كده مرمي في كده بقى هنحتاج لعنوان. كده هنحتاج عنوان، بس ايه؟ العنوان. طب ايه بقى؟ بص،
مش هينفع العنوان القريب، هيبقى عنوان بعيد ليه؟ هو ده من داخل سب فورم، من داخل سب فورم. طب انا عايز اوصل للعنوان بتاع تكست كام اللي هو اسمه دوت تقريبا 108. التكست 100 ده عايز اوصل عنوانه ازاي؟ طالما انا من داخل الاسم يعني هتك على زرار من داخل سب فورم، خد بالك. اوصل بقى عنوانه ازاي؟ بسيطه خالص، تعالى عند اي خانه من الخانات دي، بس خد بالك لازم تكون عارف الفورم اللي انت واقف الاساسي فيه، فورم واحد اهو. افتح لحد ما يظهر فورم واحد. فين بقى التكست 108 ده؟ دور بقى عليه، ايوه اهو. شفت بقى العنوان اختلف ازاي؟ ادي العنوان، وما هتضيفه هنا بقى. وتاخد بقى الكلام ده، بتيجي هنا عند امر الطباعه وتديله الامر الطباعه. بس ده بقى اوبن روبورت. ماشي كده. هنحاول اللي احنا نلغي. هو دلوقتي بيقول لك اوبن روبورت فورم واحد، نوع الروبورت فورم واحد. ماشي مفيش مشاكل. فين اللي بيقول لك اللي هو فتح روبورت؟ دور معايا كده، فتح روبورت اهو. تعالى فتح روبورت. اسم الروبورت هو روبورت واحد، روبورت فورم واحد، ده اسمه كده. بس هنضطر ان احنا هنشيل بقى الكلام ده، هنشيل الماكرو ونخشها بادخال كود، وهنضيف اللي احنا اول حاجه يعملوا المعادله للصفر دي لو فارغه، بعد كده يفتح لي روبورت. كنترول A كنترول C وكنترول V. ولا تحفظ كود ولا يحزنون. احنا مبنى ايه، احنا مبنى. خد بالك عشان هنا فينا خطأ، هنشوف هل هتشتغل ولا لا. وكده قفلت يعني في قفله، هنشوف في هل دي متكرره ولا ايه، هنشوف هيبان دلوقتي. خمستاشر ادخال طباعة. في مشكلة هنا. طب نشيل دي واحدة. طيب نشيل بين القوس التانية نشوف كده. أي صنف دلوقتي طباعة. لو حبيت أشيل الصفر وجيت أعمل طباعة تاني أرجع لي الصفر، خد بالك أهو. بس هنا ملحقش يعني هو رجع لي الصفر، رجع لي الصفر، ولكن في التقرير الصفر ما ظهرش. الصفر ما ظهرش. الصفر ليه علاقة يعني هل ماشي هنعرف بس ايه ليه ما ظهرش. هنعرف. هو هنا الكمية المضافة، الكمية اللي هي نسبة اللي هو ده، بيقول هنا في دي لوك اب اللي هو الفورم ال HCC في الكويري 6. الكويري 6 على كويري 6. ايه نظامك؟ المفروض اللي احنا هو بياخد من
الكويري 6 المفروض اللي هو ضيف له البيانات. طب البيانات دي هنضيفها له ازاي؟ هل هنضيفها على كويري 6؟ ممكن تضيفها على كويري 6 او تكست 7. طب فين تكست 7؟ بيقول ايه؟ طب تكست 7 ايوه اهي تكست 7. شوف هي فاضيه ازاي. قال لك وصل لي، رجع له تاني صفر، خليها تبقى تاني صفر، ارجع تاني صفر، يعني دي تبقى صفر. ملهاش علاقة بقى انت عملت يعني تحديث او عملت ده عدلت، لكن هو المفروض تسمع الحركة دي صفر. يبقى كده احنا هنخش في اتجاه تاني، هنفتح العملية تاني. طيب لو انت عملت ادخال هيبقى ايه؟ هتسمع. طب نعرف بقى دلوقتي الادخال ده اللي هو خاص ب 108. فين الادخال بتاع خاص ب 108 اهو؟ خد بالك اهي التيبل 7 واخد كام؟ اللي هو اي ان. تعالى في اي ان هنا، اي ان اهو. بالك اي ان فين هنا؟ عمل اي ان اد نيو ادخال جديد. اي ان النم بتساوي كذا، ماشي. اي ان هو ده هو ده الكلام. يبقى احنا هنعمل اي ان تاني، وبعد التحديث اهو هي معمولة ايه صحيح. ماشي هناخد الكلام ده تاني. ونيجي برضك نضيف قبل التحديث ونشوف. كده الصفر صح. لو حبيت اشيل واعمل طباعة صفر رجعت تاني، بس ما رجعتش هنا. طب ليه ما رجعتش هنا؟ هنشوف التيبل 7. عايزين نقول التيبل 7 ده انا كده فهمت. هنيجي هنا عند بتاع التحديث. هنيجي هنا قبل التحديث. تعالى تاني معلش، انا فهمت. ماشي كده، ونيجي يعني هنا نبدأ التحديث هنا اهو. هنا هنشيل دي خلاص تاني، معلش مش عايزينها، انا كده فهمت. هنيجي هنا اهو، في حالة لو مربع فارغ خلي الكلام ده بتساوي صفر بس. يبقى شوف بقى هنعملها ازاي، بس واحدة واحدة كده، هنركز عليها كده. هنشوف لو احنا طبقنا قط اف هنا، if is null، if is null add new، بس بس دوت بتساوي بتسيب بقى دي هتساوي صفر بس. else
اي حاجه غير كده هنرجع تاني كل ده تاني، بس بدل ما تبقى صفر دي هتبقى مي دوت تكست 108. ايوه اهي. انا مش خبير اكواد، بس احنا بنحاول ننظم الدنيا. بالك عشان هنا في اند اف، انا على قدي بالنسبه للاكواد، انا على قدي. يعني بنحاول نوفق، احنا باخد معلومه من هنا، او باخد معلومه من هنا، باخد معلومه من هنا، ونحاول ايه ان احنا ننظم الموضوع ونبسط كمان ليكم تشوفوا هيتعمل ازاي. يعني هو مثلا يقول لك هنا ايه الكلام ده، يعني ايه ست؟ انا افهم يعني، اعرف يعني ايه ست يعني وليا؟ لا طبعا ما اعرفش. فهي كده هو كلام بتاخده كده ما تحفظوش، مالكش دعوه. خده ايه وارميه كده. هو كده كده انت تحمل برنامج وشوفه ايه يتعمل ازاي. يعني بتعرف التيبل 7. يعني احنا كده هنشتغل في التيبل 7. خلاص، يعني يقول لك ايه التيبل 7؟ والله لو الفورم ده طلع فارغ، ها الاي ان اللي انت قلته ده تبع تيبل 7 ده، خلي فيه تنفذ لي الحاجات دي. والله إلس يعني مش فارغ في حاجات، حط لي الكلام ده وقول له ان الخليه دي بتساوي الموجوده في التكست 108. ده بالبلدي. وخد بالك يعني هو الموضوع المبتدئ دوت في المواضيع دي في الاول بتبقى صعبه بالنسبه له، بس ان شاء الله يعني مع الممارسه هيبقى الموضوع لذيذ لذيذ يعني. بس تشتغل بس الكود ده مش في حقك بقى. تعالى كده واحده واحده. 16 كده صفر. شلنا ها اشتغلش في بقى العائق ايه، مش معترفين يعني بالعنوان ده. ماشي، احنا قلنا احنا قلنا اخر مره نشيل دي ونشيل دي كده، ان شاء الله هتبقى ايه العمليه هتبقى كويسه. ده مربع مش علاقه بقى. شوف كده، نقفل ده تاني. طيب لازم نحط اي داتا. كده صفر، لكن لو شلنا ومسحنا ايوه تمام، شلت ومسحت ما زالت صفر. شلت وخليتها 10% اللي بقت 10%. مسحت و... وعملت 50% بقت 50%. واحد بقى عيل صغير عندك شغال في المحل استغبى وعمل كده، أكيد قال لك ابسط حاجه نخليها صفر. طالما يعني ايه فاضي، ما خلاص بقى طالما فاضي نخليها صفر. بس بقى ان شاء الله الحلقه الجايه بقى دي هنعمل حركه حلوه. هنكرر الحلقه الجايه، هنكرر اللي احنا عملناه هنا خلاص. والحلقه اللي بقى عشان اللي مش فاهم بقى يفهم. والحلقه اللي بعديها هنعمل حركه جميله جدا وهتعجبك. لو واحد كتب 5 وايده جت هنا في حروف تانية، جت في مسافة، هخليه يشيل كل ما هو حروف ويسيب لي ال5. ايه رأيك بقى؟ جامدة صح؟ دي ان شاء الله في الحلقة اللي بعد الجاية، لان الحلقة اللي جاية هنكرر اللي عملناه هنا اهو هنا. والمثال ده انقل حمل او انقل بقى زي اكنك قاعد في المدرسة. ماشي، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.